تخيل معايا باللي حياتك كاملة داكشي اللي كتاكل وداكشي اللي كتحس به مبرمج من طرف شركات كتربح من المرض ديالك. فاش كيموت طبيب بحال الدكتور ضياء العوضي رحمه الله في ظروف غامضة، السؤال ماشي هو باش مات، السؤال الحقيقي هو شنو كان غادي يكشف لينا. واش مات حيت بدا كيضرب استاذ ديال السيستم؟ هاد الفيديو ماشي قصة بوليسية، هادي رحلة لفك الشفر لداخل ديالو. الدكتور ضياء رحمه الله كان كيقول واحد الجملة خطيرة: الشك في المؤلفات والمنظومة. علميا احنا ولينا مبرمجين على الاستهلاك الأعمى. السيستم حط لينا كتالوج ديال الصحة، ولكن هذا الكتالوج مخدوم باش نكونوا ديما محتاجين للدواء. فاش كان خرج نظام الطيبات هو في الحقيقة دار الدماغ قبل المعدة، هو نادى ببيئة عقلية أو دار منقية لدماغك، حيت فاش كتحرر ذاتك من السموم اللي قننوها الشركات كتولي مستحيل يعيش فيك الفشل أو التبعية. هذه هي المعمارية ديال الصحوة اللي كنهضروا عليها من ديما في هذه القناة. في القرآن الله سبحانه وتعالى ما ذكرش غير الحلال، بل ركز بزاف على الطيبات. كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيب ماشي هو اللي غير ماشي حرام، الطيب هو اللي فيه توافق مع الفطرة والبيولوجيا ديالك. نظام الطيبات يرجعنا لهذا الأصل المنسي. الله سبحانه وتعالى بغى لينا الوعي والتحرر، والسيستم بغى لينا التبعية. الصراع هنا ماشي غير على الماكلة، هو صراع أزلي بين كلام الخالق وبرمجة المخلوق اللي بغى يسيطر على جيبك وصحتك. ضياء رحمه الله ماشي كان غير طبيب، كان هاكر ديال السيستم اللي قرر يخرج من الصف ويقول لا للمنظومة اللي كتقول لينا باللي السموم صحية. فاش كيبدا الإنسان يفك الشفرات اللي لداخل ديالو يولي خطر على المنظومة. قصة ضياء هي قصة كل واحد فينا باغي يخرج من القطيع. واش غادي تبقى تستهلك المؤلفات الفكرية والغذائية اللي كيعطيوك، ولا غادي تبدا تبني الحقيقة ديالك بيد؟ اللاصق ديال الوعي هو هذا اللي كنجيبوه في هذه القناة. فك الشفر لداخل ديالك. التحرر الحقيقي يبدا من نهار كتقرر باللي جسدك وعقلك ماشي ملك للشركات، بل هو أمانة طيبة عندك. الدكتور ضياء مشى، ولكن السيستم باقي، والحل هو الوعي ديالك. واش انت مستعد تفيق؟ إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لينا رأيك في كومونتير. كان معاكم ما ينساش بالدارجة. تهلاو.